السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فطار شهي كده وسهل وبسيط، مش هياخد مننا وقت ولا مجهود. هعمل معاكم كبدة محمرة بطريقة جميلة قوي، بالخضار طبعا، وهعمل معاكم كمان مكرونة اسباجيتي. بس في الاول كده اتمنى ان انتم تدعموني باللايك والسبسكرايب تشجيعا ليا. انا عندي هنا كيلو من الكبدة البلدي، جاي معاها كده حتة من الدهن، فانا هقطع الدهنة بتاعتها حتت صغيرة وهحمرها في معلقة من السمنة البلدي. طبعا الكبدة انا بجيبها وبغسلها كويس او بقطعها، ما بعملش فيها اي حاجه تانية عشان ما تغيرش الكبده، مش بنقعها ولا بحب اعمل فيها اي حاجه خالص، خصوصا انها كبده بلدي. على العين التانية انا بكون حاطه حله فيها ميه سخنه كده للمكرونه. انا هعمل معاكم مكرونه سباكيتي كمان مع الكبده. في الوقت ده الدهنه بتاخد لون بتتحمر، او هنزل عليها وهي سخنه كده بالكبده عشان تاخد الصدمه بتاعتها، واللون بتاعها يكون فاتح كده بالشكل ده. في الوقت ده الميه اللي عليها ملح وزيت غلت، هنزل بيها بالمكرونه. انا بحب اقصقص المكرونه كده عشان مش بحبها طويله. هعصر عليها كمان ليمونتين، لازم اعصر على الكبده ليمون، علشان يعني بحافظ على لونها، وكمان طعم الليمون مع الكبده بيكون بتديها نكهه وطعم بيكون حلو خالص. هنا انا بعصر ليمونتين، وهنزل عليها كمان ببصلايه انا بكون مقطعاها شرايح كده، او جوانح او جوليان، على اي كان المسمى. بقطعها كده بالشكل ده، وبنزلها عليها لحد لما البصل، بقلبها لحد لما البصل ينزل ميته خالص وينشف. هبدأ ان انا اضيف المكونات التانية، ما بياخدش ثواني. يعني انا عايزه اقول لكم ان المكرونه هتخلص بعد الكبده، يعني الكبده هتستوي قبل المكرونه كمان. المكرونه هنا عندنا خلاص استوت، انا هصفيها. هجيب بقى حله واحط فيها معلقه من السمنه وشويه من الزيت، وانزل بحوالي كام فص ثوم مدقوقين كده لحد لما ياخدوا لون. هنزل عليهم بحوالي 3 حبات طماطم معصورين مفرومين كويس، وبعدين اصفيهم. هنزل بالتوابل بقى، ملح وفلفل اسود وبابريكا وفلفل احمر، ممكن اضيف معلقه صلصه، وعندي هنا كمان قرن فلفل حراق بحب اقطعه شرايح كده اضيفه للمكرونه. هنا خلاص الميه بتاعه البصل اتشربت، هنزل بفصين من الثوم ونص معلقه من الجنزبيل الاخضر ان كان موجود عندك، مش موجود ضيفي جنزبيل بودر. هنزل بقى بالبهارات، ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من الكزبره، بس كده. ياخدوا تقليبه كده. اول ما احس ان الثوم بتاع الريحه بتاعته طلعت، هضيف اخر اضافه بقى. عندي هنا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ده مش طماطم، ده فلفل الوان كده زي ما بقول لكم، بيدي نكهه برضو طعم جميل قوي. وبحب ان انا اضيفه في الاخر علشان اللون بتاعه ما يتغيرش. خلاص كده انا عندي الطماطم اتسبكت. هنزل بقى بالمكرونه، اديها كده تقليبها واقطع عليها مفيش دقيقتين 3 كده لحد لما تتشرب كلها من الصلصه بتاعه المكرونه. عندي بقى الكبده خلاص استوت وطفيت عليها، يعني هي في الاخر الكبده بتاخد تشويحه كده مع الفلفل الالوان عشان يدوبوا يدبل كده بس. بحمر كمان بطاطس تكون حلوه قوي مع الفطار ده. هغرف بقى الكبده بالشكل ده، شايفين ما شاء الله لونها ما اتغيرش، وكمان طعمها وريحتها بقى ما اقولكوش. ممكن كمان ان انتوا تطفوا فيها فحميه هتديها طعم او ريحه الشوي، وهتكون جميله خالص. شويه بقدونس على الوش كده وخلاص. فطار شهي وسهل وبسيط. اتمنى انه يعجبكم، واتمنى انتوا تدعوني باللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله.